عسلامة ومرحبا بكم على قناة إيبيسكو جيت. إن شاء الله اليوم باش تعرفوا مع بعضنا على وصفة تونسية وشتوية تقاوم البرد، وهي مرقة الخضرة. المرقة الخضرة باش نستعمل اليوم السبناخ اللي هو متسمي عليها، السلق نتاعي، وباش نحط مع الخضر اللي لقيتها نتاع الستازون اللي هو هذايا اللي هو الكرنب. باش نحط معاه شوية كزبر، وبالطبيعه هذايا كلها باش نزيدوها شويه سفناريه، وباش نقلي الخضره نتاعي مع راس بصل، باش نزيدهم زيتين ثوم باش يزيد يبني لي الماكله. باش نستعمل لهنا شويه فول مصري وشويه حمص مع شويه طماطم معجونه، نقولوا شويه بغرفه ونص كبيره، مع هريسه عربي. المقدار كل واحد كيفاش ياكل الهريسه، يحبها حاره ولا ما يحبهاش حاره. بالنسبه للفاح باش نستعمل كان التابل ان شاء الله، الفلفل المهروش، شويه فلفل اكحل، وشويه ملح. نحضر في الخضره نتاعي الكرنب هذايا كيما السلق هذايا، يجيش تخلي العود الوسطاني وتجبد الوراق نتاعو، معناها ما تنجمش تعمل كلها خاطر يقعد يابس ياسر. كملت التحضيرات نتاعي كلها، الخضره نتاعي قصيتها، البصل حاضر، الثوم حاضر، السفناريه حاضره، ما قعد لي كان باش نركب الطنجره نتاعي. نعاود نذكركم اليوم ما عنديش اللحم باش نطيبه، معناها الوقت نتاع التطيب نتاعي ماهوش وقت طويل ياسر، معناها جيست باش نقلي الطماطم وبعديك باش نرمي الخضره نتاعي. معناها اكثر حاجه باش تشد لي وقت في التطيب هي اليوم هي الحمص والفول نتاعي. الحمص قول راهو ديجا انا نطيبه بريكوتو من قبل، قعد لي كان الفول هذايا خليته منفخ شويه في الماء، وباش نقوم بالترتيب نتاعو الطهي نتاعو مع البصل ديريكتومون. نبدا نركب الطنجره نتاعي. اول ما نبدا نحط شويه زيت في الطنجره نتاعي، مش برشا زاده. راهو نعاود نذكركم اللي كون الخضره راهي ما عندهاش وقت تاع طبخ طويل ياسر، معناها حاجه لفي. اول حاجه باش نقوم بها، باش نقوم بتقليه البصل مع الفول ومع الجزر. هذوما هما الحاجات اللي باش يشدوا لي وقت في الترتيب نتاعي. معناها ان فوا بدا يذبل لي البصل نتاعي ان شاء الله، معناها نبدا نرمي الطماطم نتاعي ونكمل بقيه المكونات نتاع الطبق نتاعي نتاع الخضره. راهو طبق اسمه الطبق هذا مرقه خضره، معناها كل ما متوفره خضره نتاع الموسم مرحبا بها في الطنجره هذه. بالطبيعه كل واحد وشنو يحب الخضره. انا بديت نقلي في البصل نتاعي، الفول نتاعي يكون حار. انا ما قاعد كبش نحط الطماطم نتاعي. نذكركم ديما الطماطم الكونسونتري راهو يلزمها تتقلى. لهنا باش نحط جزر نتاعي ولا سفناريا، باش نزيد نحط الهريسه نتاعي، باش نحط الثوم، وانا زيد باش نحط الثوم، خلط الثوم، حطيت مقدار كاس ماء، زيد تتقلب بالقدام. ما شاء الله الريحه قاعده تخرج، ريحه الفول، ريحه الثوم، ريحه الهريسه العربي، الطماطم، ما شاء الله. هذا مازال ما حطيتش تفاح، معناها راهو بيغي تنجم، وراهو الماكله تنجم تكون حتى جيست شويه ملح بركه هكا تستنفع بالنكهه والمطعم نتاع الحاجات اللي استعملتهم كلها في الوصفه. قاعد نحط في الخضره نتاعي. نعاود نذكركم راهي الخضره فيها الماء، معناها في الوقت الحار خليها تطيب حتى تشوفوها هكاك، تو بعديك تذوب وتهبط وتعطيك الليفو نتاعها. هذه وصفه بالنسبه للناس اللي هما فيجيتاريان، حقيقه ما ثماش ما اروع منها، حتى ماهوش فيجيتاريان معناها الواحد انا ناكلها فولونتي. توا وقت قيد باش نحط الفاح نتاعي كما قلت لكم غرفه كبيره تابل، اشترب غرفه فلفل احمر ولا فلفل زينه ولا فلفل مهروش، شويه فلفل اكحل وشويه ملح. انا توا خلطت المرحله الاخرى نتاع طيب مرقه الخضره، حطيت الحمص نتاعي كما قلت لكم اللي هو طيب من قبل، معناها ما يسحقش برشا تطيب، جيست باش يقعد يتزارج شويه مع الصوص نتاعي وتكون كملت العمليه. المرقه نتاعي احضر، ما قعدت كان باش نذوق ونقول لكم شيء طيب الناس الكل. وما تنسوش باش تدعمونا بالاشتراك، تعليقاتكم والبارتاج.